أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة صلة الرحم. واحدة بعتت لي مشكلة وبتقول لي إن أختها دايما بتعامل الغرب أحسن ما بتعاملها. قلت لها إزاي؟ قالت لي مثلا لما يكون عيد ميلاد واحدة صاحبتها أو حد من صحابها تبتدي تعمل ترتيبات وتجهز عشان يعملوا لها حفلة ويفاجئوها ويبسطوها، ودايما مهتمية جدا بصحابها، ودايما بتحاول ترضي صحابها وتحاول تبسطهم على قد ما تقدر. ده مش بس كده، لما بيجوا عندنا البيت بتعمل لهم أحلى أكل وبترتب الدنيا عشان هما جايين، فبتبقى مبسوطة. قلت لها طب دي حاجة مش وحشة. قالت لي لا، هو مش وحش، بس الوحش إن هي في البيت عايشة معانا كأنها غريبة. حتى في عيد ميلاد أمي أو عيد ميلادي أو عيد ميلاد أي حد من الأسرة ما بتهتمش ولا حتى بتفتكرنا بهدية أو حتى كلمة كل سنة وانتوا طيبين. ده مش بس كده، ده لما ماما بتبقى تعبانة أختي ما حتى كوباية المية مش بتناولها لماما. حتى على وسائل التواصل الاجتماعي دايما تكتب إن هي بتحب عيلتها وإن مفيش بعد العيلة، لكن في الواقع هي كوباية المية مش بتناولها لنا ولا كأنها عايشة معانا. قلت لها طيب هو العيب عندكم انتوا؟ يعني جايز تكونوا انتوا بتضايقوها أو بتأذوها. قالت لي بالعكس، ده بابا وماما بيقدموا لها كل خير ومحبة، وأنا بحبها جدا. أنا نفسي تقدم لي محبة زي ما بتقدم لصحابها وبتهتم بيهم. المشكلة دي مش أول مرة أسمعها أو أشوفها. يعني أنا باشوف ناس كبيرة في السن، مش بس الشابة دي، يعني ممكن نقول عشان هي شابة فمتهورة أو مش لسه مش عارفة قيمة العيلة. أنا باشوف ناس كبيرة جدًا في السن برضه بيعاملوا إخواتهم وقرايبهم واللي قريبين منهم بطريقة فيها قسوة، فيها كره، فيها ظلم. أنا ما أعرفش إيه السبب، بس دايمًا في وقت المشاكل أو في وقت الضيق بنبقى محتاجين يُقف جنبنا هو اللي مننا، صلة الرحم. حد من دمي، حد من أهلي. يعني أنت لمّا بتُقع اللي بيقف جنبك هم أهلك وعيلتك، صحابك آخرهم ما ييجوا يزوروك ويمشوا، لكن اللي من عيلتك ومن دمك هم اللي هيقفوا جنبك. فأنا بقيت باشوف إن صلة الرحم ما بقتش موجودة دلوقتي. كنت فاكرة إن هي اللي بيعمل كده أو قاطع صلة الرحم هم الشباب، مع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والشغل والحياة، فما حدش بقى فاضي لحد. لأ، ده المشكلة زي ما باقول لكم بقت على الكبار. في أخت عندها 60 سنة وعندها بنت صغيرة على وش جواز، اتصلت بأختها وقالت لها أنا بنتي خلاص قربت تتجوز، كنت محتاجة منِّك مبلغ صغير علشان أقدر أجوزها وأستتها. أختها بكل جبروت قالت لها وأنا مالي، هي بنتي والّا بنتِك؟ وأنتِ ما عملتيش حساب اليوم ده؟ فقالت لها أنا مش محتاجة إن أنتِ تساعديني بمبلغ كله، أنا محتاجة مبلغ صغير. قالت لها أنا آسفة، مش هاقدر أقدّم لِك مساعدة. فطبعًا راحت استلفت عشان تجوّز بنتها ومضت على نفسها شيكات، في الآخر اتقبض عليها وبقت من الغارمات. كنت مستنية إن أختها تتصرّف أو تاخد أي action وتنقذها، ولكن للأسف ما عملتش أي حاجة. تلِف الأيام والست دي اللي هي الأخت الكبيرة اللي ما ساعدتش أختها تُقع وتتعب، وما حدش يقف جنبها غير أختها اللي طلعت من السجن بعد ما الناس لمّوا لها ودفعوا لها. تخيّل أنت إيه الموقف لمّا حد يبقى محتاجك، محتاج إن أنت تُقف جنبه وتقول له لأ أنا آسف، ما ينفعش، ما أقدرش، مع إن أنت في إيدك تساعد، حتى لو اللي قدّامك ده وِحِش أو أذاك أو ضايقك، ما هتلِف الدنيا وهتحتاجه. حتى لو احتاجته ما لقيتهوش، اعمل الصح، اعمل بصلة الرحم، بصلة الدم. لمّا ربنا أنقذ الأخت الكبيرة ووقّف أختها الصغيرة جنبها، ده ربنا بيقول لها خلّي بالِك، شوفي أنتِ ما وقفتيش جنبها، بس هي هتُقف جنبِك، عشان أنا لسه بادّيكِ وقت وباقول لِك خلّي بالِك، فوقي. أحيانًا لمّا ربنا بينقذنا من موقف أو من مشكلة أو من حاجة، دي رحمة منه، رحمة بيقول لك أنا هادّيك وقت عشان تقعد تفكّر وتعيد حساباتك تاني. هل أنت
مستعد مستعد للحظة اللي تقابل فيها ربنا ويحاسبك على الناس اللي انت سبتهم وقت ما كانوا محتاجينك؟ هل انت مستعد ان انت تصلح غلطك، ان انت تيجي على اللي حواليك، وان انت تستغلهم، وان انت يوم ما يحتاجوك ما يلاقكش، بس انت بقى لما تبقى محتاجهم المفروض بقى يبقوا موجودين؟ طب ازاي؟ اعمل لبكرة، اعمل لصلة الرحم. كان دايما بيضحكوا عليك ويقولوا لك الأقارب عقارب. ممكن، ليه لأ؟ بس وقت الضيق، وقت المشاكل، وقت ما حد بيبقى محتاجك ويقول لك انقذني، تبقى انت اللي عقرب لو ما ساعدتوش. انت تشوفه غرقان ما تقفش جنبه مهما كان المشاكل ومهما كانت اللي بينكو. لا، وقت الضيق مد ايدك وساعد. ده مش عيب. العيب ان انت تبقى انسان جاحد القلب، تبقى انسان ما بتفكرش غير في نفسك، مفكر ان انت هتفضل طول عمرك عايش، طول عمرك مش هتقع، تقول ربنا ما يحوجني لحد. يا عم ربنا ما يحوجك لحد، بس احنا ربنا خلقنا عشان كلنا نساعد بعض، مش عشان كل واحد يقف يدوس على التاني ويتعبوا ويضغطوا اكتر ما هو مضغوط. وما بالك اللي منك. الغرب هم اللي انقذوا الاخت الصغيرة من السجن ودفعوا لها. احنا بقينا بنقدر الغرب اكتر من اللي عايشين معانا في البيت. بقينا بنحتفل ونخطط للي حوالينا، لكن عيلتنا سايبينهم. بقينا بنفتكر أعياد ميلاد صحابنا والغرب ونعمل لهم هدايا، لكن ننسى تعب أهلنا وزوجتي وزوجي. لما يجي حد غريب نقدم له أحسن ما عندنا، لكن لو القريب نجيب له كوباية مكسورة. بقينا بنحاول نرضي كل الغرب، بس اللي مننا ولا عايزين نعرفهم. بقينا في دوائر الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي نظهر حب غير مشروط لعائلتنا. ياه، كلام كلام كلام، لكن في الواقع احنا حتى كوباية المية مش بنجيبها لهم. صلة الرحم مهمة، مهمة مش بس عشان هما من دمك، مش عشان هما أبوك وأمك وأخوك وأختك وبنتك وابنك، لأ، علشان الإنسان اللي ملوش خير في اللي منه يبقى ملوش خير في حد. من زمان وبشوف ناس كتيرة بتساعد أهاليها وبتقف جنبيها، أنا باحترمهم من غير ما أعرفهم، عشان قد إيه الناس دي فعلًا، فعلًا بيحبوا أهاليهم. صدقوني بياخدوا أضعاف، أضعاف اللي بيدّوه وربنا بيبارك لهم وبيزيد. لكن الإنسان اللي عايش لنفسه ومش شايف غير نفسه وحياته هيموت لوحده وهيتحاسب، هيتحاسب على كل واحد ظلمه، ظلمه سواء بكلمة أو بفعل أو بتصرُّف، ساب واحد يغرق ويُقع بس عشان أنانيته. الدنيا مش مستاهلة، في يوم، في ثانية، الواحد ممكن أحواله تتبدل ويبقى محتاج حد حتى يمد إيده ويسلم عليه. فما تفتكرش إن أنت هتخلِّل فيها وهتفضل عايش طول عمرك كويس. هتحتاج، ويوم ما تحتاج ربنا مش هيسيبك، عشان تتعلم وتفهم إن إحساس صعب لما تمد إيدك وما تلاقيش، وإحساس جميل إن أنت تلاقي ناس كلها واقفة جنبك مهما كنت بتعمل غلط. ارجع عن كل غلط عملته، فكر، مش عيب نغلط، مش عيب نقع، مش عيب العنجهية والأنانية تركبنا، بس العيب إن نفضل مصممين على طريقة تفكيرنا. لا، ده بالعكس، ده في ناس بتبرر غلطها، تقول لك ما هو أصل هو وحش عشان كده أنا مش هساعده. لا، حتى لو هو وحش، حتى لو هو فيه كل العبر، ما ينفعش حد يمدّلي إيده ويقول لي ساعدني وأقول له أنا آسف أنت أذيتني. لأ، هامد له إيدي وهاساعده، هاساعده لإن أنا عارف يعني إيه صلة رحم، عارف يعني إيه واحد يبقى في ضيق ويبقى محتاج اللي يساعده.